والرز والدجاج اليوم رح نعمل بطنجرة واحدة، والرز رح يتفلفل معنا، والدجاج رح يطلع دايب ومنهنة ودايب ذوبان. في البداية رح نستخدم الدجاج سواء كان فخذ أو صدر الدجاج أو الدجاج الكامل، ورح نتبله بالملح والفلفل الأسود والكركم، بابريكا مدخنة، سماق، بهارات الدجاج، وثوم وبصل بودرة، زيت الزيتون ودبس الرمان ومنقوع الزعفران إذا كان متوفر. بنخلي الدجاج بخلطة التتبيلة لمدة ساعة بالثلاجة، وعلى نار حامية رح ننزل الزيت، بصل مقطع ناعم، ثوم مقطع ناعم، وعنا كمان البصل المدخن ممكن تستغنوا عنه بس نكهته كتير طيبة. أي بهارات صحيحة متوفرة عندكم بنقلبهم مع بعض. بعد ما يدبل عنا البصل والثوم بننزل الرز حبة طويلة بتكون منقوعة بالمي لمدة 10 دقايق ومغسولة. بنحمص الرز، بننزل لكل كاسة رز طويل كاسة و3/4 الكاسة من المي. وبالنسبة للمي هون استخدمت معها بديل مرق الدجاج النباتي، حليته بالمي وحطيته. بعدين ورق ألمنيوم بنغلف الطنجرة وبنعمل ثقوب بأول طبقة من ورق الألمنيوم، بعدين بنحط الدجاج بنرتبه فوق ورقة الألمنيوم وبنرجع بنغطيها بورق ألمنيوم طبقة أخيرة. إذا متوفر عندكم ورق الزبدة تحطوه فاصل بين الدجاج وورق الألمنيوم بيكون أفضل، وبتدخلوه على الفرن لمدة ساعة ونص الرف الوسط. بعدها بنطلعه بيكون الدجاج كتير دايب والرز مفلفل. بنطلع الدجاج بناخده بنحمره لحاله، وآخر إشي كخطوة اختيارية ممكن نحط فحمة نحط عليها شوية زيت ونسكر على الدجاج. هاي خطوة اختيارية لكن بتعطينا نكهة كتير طيبة. بالنسبة للرز بنفرد وشوفوا ما شاء الله كل حبة رز مفلفلة وكتير طرية ودايبة. بنحط الدجاج فوق الرز، نزين حسب الرغبة. شوفي عندكم مكسرات بتحطوها، بتزينوا بالكزبرة بتعطي نكهة كتير طيبة. ممكن تقدموا جنبها الدقوس كتير طيب، وإن شاء الله ما رح تاخد معكم وقت وكتير طيبة وسهلة، وإن شاء الله رح تعجبكم جميعا، وألف صحة وعافية.